الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة الشيف أبو بلال، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة إن شاء الله. النهاردة هنعمل الكعك أو المعمول. هنستعرض مع بعض كده الخامات والمقادير اللي هنستعملها النهاردة. أنا عندي نص كيلو من الدقيق زي ما حضراتكم شايفين. هستخدم معاه ربع كيلو من السمنة. محتاج معاه بهارات الكعك نص معلقة صغيرة. محتاج معاه سمسم محمص معلقة صغيرة لمعلقة ونص. محتاج خميرة فورية تقريبا نص معلقة صغيرة. محتاج نص كيلو من العجوة أو الملبن زي ما أنا كده مكورها كده زي ما انتوا شايفين كده. الكور دي موزونة، وزن الكورة الواحدة 8 جرام. وزن الكورة سواء ملبن أو عجوة 8 جرام. وعندي هنا تقريبا نص كاسة من اللبن الحليب. ودي الميزان اللي أنا بستخدمه في وزن العجين أو وزن العجوة. يلا بينا نروح نشوف احنا هنشتغل ازاي. بس طبعا قبل ما نمشي هنقول لحضراتكم على حاجة، انه العجوة لها طريقة تتعامل بيها وكذلك الملبن وبهارات المعمول او الكعك. يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين حضراتكم انا حطيت الدقيق وحطيت عليه السمنة. مقدار السمنة نص كيلو دقيق عليه ربع كيلو من السمنة. حطيت عليه السمسم، حطيت عليه البهارات، هعجن الكمية دي مع بعضها. هخلطها خلط كويس جدا لغاية ما تديني عجينة متماسكة. لسه ما حطيتش عليها اللبن ولا الخميرة ولا السكر. أنا طبعا كان عندي هنا ما قلناش عليه في البداية اللي هو كمية السكر. عندي معلقتين صغيرين من السكر هحطهم على النص كيلو دقيق. هعجن العجينة وارجع لحضراتكم تاني تشوفوها بعد ما عجنتها. شايفين حضراتكم العجينة اهي، شايفين عاملة ازاي اهي، عبارة عن شربت السمنة كلها وبقت عجينة زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. شايفين انا لسه ما حطيتش عليها اللبن ولا الخميرة ولا السكر، لان اللبن والخميرة والسكر هيتدوبوا مع بعض وننزل بيهم على العجينة. انا هنا لا قدحت سمنة ولا قدحت زبدة ولا حتة قدح السمنة، لا انا بشتغل ني في ني كله، لان السمنة مش هتتقدح مرتين. لانه انا لو قدحت السمنة دلوقتي وحطيتها على الدقيق ودخلت الفرن، طب ما هي هتتقدح تاني، يبقى انا بقدح مرتين، لا ما ينفعش. ودي العجينة بعد ما حطيت عليها اللبن والسكر والخميرة زي ما انتم شايفين. ده شكل العجينة اهو. انا حطيت السكر على اللبن على الخميرة قلبتهم مع بعض ونزلت بيهم على العجينة. انا ما سبتش العجينة تريح يا جماعة، وما بسيبش العجينة تريح. انا بشتغل على طول من العجينة وبسيبها تريح في الاخر خالص قبل الخبيز. بسيبها تريح تاخد راحتها تماما ساعة 2 مفيش مشكلة خالص، وبعدين اخبز. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهو على الميزان 20 جرام. حتة العجينة بتاعتي على الميزان 20 جرام بالظبط اهي. 20 جرام هاخدها كده اهي
وبعملها كده اهو، وببدأ احشي زي ما انتوا شايفين كده اهو 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 اهو. شايفين بقت كورة. لو حطيتها على الميزان هتديني 28 جرام بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، 28 جرام، 8 حشو و20 جرام عجينة زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده اهو. انا شغال بالطريقة دي. واحدة تانية كمان اهو، 20 جرام اهي، 20 جرام من العجين اهو، وراح هحشيها تاني اهي امام حضراتكم اهو اهي اهي. مفيش احسن ولا اروع من كده طريقه اهي. شايفين العجينه عامله ازاي، ملسه وناعمه جدا اهي زي ما انتم شايفين كده. انا هنا هستعمل القالب ده. انا بحط طبعا في كتير بيستعملوا ويحط دقيق ويدهن دقيق عشان العجينه بتلزق في القالب. لا، احنا عندنا طريقه تانية. عندنا شراب حريمي بنغسله وننشفه ونقطعه زي ما انتم شايفين كده. كرة العجينة بنحطها وبنحط عليها كده، والقالب بتاعنا كده اهو. شايفين حضراتكم اهي، ادي العجينة بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده اهي اهي. مرة تانية اهي زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتنا اهي. بنحطها على الشراب ونحط فوقها قطعة من الشراب والقالب اهو. سواء استعملنا القالب ده او استعملنا القالب الخشب او استعملنا اي قالب بنفس الطريقه. مفيش دقيق، ما بنحطش دقيق، ما بنقص سمنه، ما بنعملش اي حاجه خالص عشان العجينه ما تلزقش مننا. زي ما انتم شايفين كده المنظر قدام حضراتكم كده. احنا بنشتغل بالطريقه دي، ودي اسلم طريقه وانضف طريقه، وبتدينا نتيجه ممتازه جدا 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 في الكعكه او المعمول. طيب اتكلم مع حضراتكم واحنا بنشتغل كده في نقطة مهمة جدا. العجوة بتاعتنا احنا بنجهزها ازاي؟ العجوة بتاعتنا احنا بنجيب العجوة بتاعتنا جاهزة او تجيبوا بلح وتفرموه في البيت. المهم انا بحط عليها شوية سمنة، حتة سمنة، وبحط عليها شوية قرفة او بهارات من بهارات الكعك اللي احنا هنتكلم فيها بعد شوية، ونقول لكم بتتركب ازاي بهارات الكعك اللي انتوا بتجيبوها من عند العطار وتركبوها في البيت عندكم افضل. فبحط انا على العجوه حته سمنه، شويه سمسم محمص، معلقه شويه قرفه او شويه من البهار اللي انا بحطه على الكعك، وشويه زيت كمان. وبدعك العجوه لغايه العجوه ما تبقى طريه ولينه في ايدي. انا ما اخافش ان انا احط عليها سمنه او زيت، ما تخافش، مفيش خوف من كده خالص. يعني ست البيت وهي بتحط على العجوه زيت او سمنه، ويفضل سمنه او زبده، ما تخافش منها خالص، ملهاش اي تاثير، بالعكس بتديني طعم جميل جدا جدا للعجوه وبتدي تست عالي قوي، فما فيش خوف منها خالص. ده بالنسبه للعجوه. ودلوقتي انا بعد ما انتهيت من تشكيل العجين بالقالب زي ما حضراتكم شايفين كده، هسيب العجينه ترتاح ساعه ساعتين. مفيش ادنى مشكله خالص ان انا اخلي العجينه ترتاح، مفيش مشكله خالص. هخبز على درجه 350 درجه مئويه. في كتير هيستعجب، هقول احنا بنخبز على 200 على 250. لا، انا بخبز على 350، وهوريكم درجه الحراره في الفرن. الفرن بتاعي فرن اللي هخبز عليه فرن فيه مروحه، فرن بوتاجاز عادي، الفرن اللي موجود عند ست البيت، مش اللي موجود عندنا في المحل. لا، انا بتكلم الان على الفرن اللي موجود عند ست البيت، لان احنا الان بنعمل الحاجه دي مع ست البيت، يعني احنا بنوري ست البيت ازاي احنا بنشتغل، ازاي المحلات بتشتغل. فانا بخبز على 350، ولازم اكون دايما جنب الفرن وادور الصاج باستمرار. طيب انا هرجع لنقطة قلت لكم، البهارات الخاصة بالكعك تركيبتها ايه او مكوناتها ايه. انا عندي زر ورد،
وعندي محلب. المحلب بحمصه، لازم احمصه، لو ما حمصتوش بيديني مرارة، فلازم احمصه تحميصة كويسة زي السمسم بالظبط عشان اطلع الريحة الحلوة اللي فيه. فيبقى عندي محلب محمص، وعندي زر ورد، وعندي كعب خميرة، او في بعض دول الخليج بيقولوا عليها خميرة حج. خميرة حج عندنا في مصر بيقولوا عليها كعب الخميرة. وبحط شوية من جوز الطيب، وبنحط شوية قرفة، وبنحط شوية قرنفل، كام كبش قرنفل، وبنحط معاها حاجة اسمها زرومبا. طبعا العطار بيبقى عارف يعني ايه زرومبا. بتاخد معاها قليل جدا جدا من الخلنجان. وفي كمان حبة اسمها الحبة الزرقاء، برضو العطار بتبقى عنده، لما بتطلبها من عند العطار بيديها لك. الحاجات دي كلها بتتاخد وبتطحن، وبتبقى طبعا اكبر نسبة بتبقى موجودة عندي اللي هي زر الورد. اكبر نسبة بتتحط هي زر الورد، كمية كبيرة من زر الورد عليها. الحاجات دي كلها بتبقى حاجات بسيطة خالص، ما بتبقاش كتير. اظن كده الصورة واضحة تماما اهي. البوتاجاز اهو من الداخل اهو يا جماعة اهي. درجة الحرارة اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. اعلى درجة حرارة 350، دي درجة الخبيز. وده يا جماعة الكعك بتاعنا بعد ما خبزناه وطلعناه من الفرن زي ما انتم شايفين حضراتكم. ده الكعك بعد ما انتهينا منه. ممكن اشيل من عليه السكر يبقى معمول. في بعض البلاد المعمول بيحطوا عليه السكر وبيقولوا عليه كعك. انا عايز اخشنه شوية، ممكن ازود المية شوية، ارفع منه النعومية شوية، ما يبقاش ناعم قوي، يبقى خشن شوية، هيبقى معمول. ناعم هيبقى كعك. في بيحطوا على وشه سمسم يبقى معمول. في طرق كتيرة جدا، مفيش فرق كبير قوي بين الكعك وبين المعمول. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة، اعملوا لايك، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة الشيف أبو بلال. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.